السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين في أحسن صحة وعافية إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في وصفتي الخاصة. اليوم نتقاسم معكم فطور صحي واقتصادي وساهل وبزربة كيوجد شي حاجة اللي هي روعة روعة صحتنا وصحة وليداتنا. كنتمنى تجربوا هاد الوصفات، شي حاجة اللي هي رائعة. ندوزو نعجنو العجينة ديال الكيش. ندير هنايا 300 غرام ديال الدقيق، ضفت ليها شوية ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال السنيدة. حشوة اللي هي ساهلة واقتصادية والكيش اليوم رائعين. ندير هنايا معلقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية، 4 كاس ديال الزيت المائدة، واحد البياض البيض، الماء دافي باش نجمعو العجينة ديالنا. عجينة اللي هي رائعة، كتجي مرملة وغزالة وخطيرة بلا زبدة، شي حاجة اللي هي روعة روعة. كنتمنى تجربوها. بعد ما عجنا العجينة ديالنا كنخليوها ترتاح واحد شي شوية، كنطلقوها هكايا على سطح العمل كما كتلاحظوا. كنستفو ليمول ديالنا على هاد الطريقة باش كنسرعو العملية، باش ما كنتعطلوش وكنسربيو وما كنضيعوش الوقت بزاف. كنخدموهم بهاد الطريقة بالسربة كيوجدوا، طريقة اللي هي سهلة سهلة. كنتمنى تجربوا هاد العجينة، شي حاجة اللي هي رائعة رائعة، تتجي خطيرة خطيرة هاد العجينة. إلا كنتي أول مرة كتشوف لا فيديو ديالي ما تنساوش ديروا اشتراك وإعجاب بالفيديو والبارطاج مع الأهل اللي تعم الفائدة، فضلا وليس أمرا. كنستمروا هكا حتى تنساليو العجينة ديالنا كاملة. كندخلو دوك الجوانب هكا مزيان في ليمول باش كيجيونا رائعين وزوينين. إلا عجبك لا فيديو ديالي ما تنساوش ديروا اشتراك وإعجاب. كنتكوم هكا شي شوية بالفرشيطة وكندخلوهم الفران، ما كنحمروهمش بزاف، غير شوية. ندوزو للشوربة ديالنا اللي هي صحية وغزالة غزالة. نديني واحد الكمية ديال الزرع اولا هربر، كل واحد اشنو تيقول ليه. تنكونو فزقنا واحد الليلة كاملة في الماء اولا رقدناه غير 3 ساعات. كنصفيوه من الماء، كنضيفو ليه واحد شوية ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال النافع، معلقة كبيرة ديال الزنجلان، معلقة كبيرة ديال زريعة الكتان، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. شوربة اللي هي صحية صحية، كنضيفو ليها الماء الكافي. كنتمنى تجربوا هاد الشوربة، راه رائعة رائعة لوليداتنا، شي حاجة اللي هي خطيرة. غير جربوها البنات على ضمانتي. وكنحطوها على النار ونخليوها طيب على خاطرها. ندوزو للحشوة. ندي واحد الكمية هنايا ديال السبانيغ اللي بقطع رقيق، واحد 3 ديال الحبات ديال البصلة، واحد كمية ديال الكفتة اللحم المفروم. كنضيف واحد شوية ديال الملحة، شوية ديال الزيت، واحد 4 كاس. ندير واحد نص معلقة ديال الابزار، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال العطرية ديال الحوت ولا ديال السمك. كتعطي واحد البنة اللي هي رائعة رائعة. هاد الحشوة راه خطيرة، غير جربوها. بعد ما طابت لنا الحريرة كما كتشوفوا، هاد الشوربة راه تتجي غزالة غزالة. كنضيفوا ليها الحليب، كتجي حريرة غزالة غزالة، غير جربوها وصحية. كنضيفوا ليها الحليب وكنخليوها طبخ واحد 5 دقائق، وكنطفيو عليها ونخليوها على جنب. راه كتجي روعة وصحية صحية، غير جربوها. كما كتلاحظوا كتجي غزالة، لا الشكل ديالها ولا المذاق ديالها، شي حاجة اللي هي خطيرة. ندوزو للحشوة. كما كتلاحظوا كما كتشوفوا تعلكات، جات غزالة. كنخليوها حتى كتنشف من الماء مزيان. شي حاجة اللي هي روعة. ندوزو لاباراي ديالنا. ندير هنايا 2 بيضات، 2 ديال الفرماجات مثلثة، شوية ديال الزعتر، واحد نص خمارة،
شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار، ندير كاس ديال الدقيق، وواحد الكاس ديال الياغورت طبيعي، شي حاجة اللي هي روعة روعة، غير جربوهم تيجيو زويونين وبنانين، شي حاجة اللي هي خطيرة. وكنضيفو واحد الكاس ديال الحليب ديال العنبة، ندير كاس كبير، انا درت النص ديالو، وكنخلطو هكا مزيان الحشوة ديالنا، هاد لاباري عفوا، كنحركوها مزيان حتى تتجانس دوك العناصر مزيانين، كتجي رائعة رائعة، غير جربوها. إلا عجبك الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا اشتراك واعجاب بالفيديو والبارطاج مع الاهل اللي تعم الفائدة. الله يجازيكم بالخير، وكنستمروا هكا حتى كنساليو تحرك مزيان ما يبقاوش دوك الحبيبات. كنديروا لاباري الاولى كما كتلاحظوا كيجيو رائعين، ما كيلصقوا ما حتى حاجه، كيجيو غزالين هاد لي كيش، كيجيو روعه روعه. كنكبو هكا هاد لاباري هي الاولى، تتجي روعه روعه، يجربوهم تيجيو رائعين، وحشوة اللي هي رائعة بالسبانخ والكفتة كيجيو غزالين واقتصاديين في نفس الوقت، حشوة اللي هي رائعة ولذيذة سهلة واقتصادية وفي متناول الجميع. حتى كنساليو الكمية اللي عندنا كاملة، كنزينوهم هكا بشوية ديال الفلفلة وشوية ديال الزيتون وشوية ديال الفروماج، وكنعاودو ندخلوهم الفران واحد شوية. كما كتلاحظوا كيجيو روعة روعة، لا الشكل ولا المذاق ديالهم كيجيو خطيرين خطيرين، غير جربوهم كيذوبوا في الفم وكتجي العجينة مرملة وغزالة. حشوة اللي هي غزالة، غير جربوها تيجي الشكل ديالهم رائع. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ونكون خفيفة على قلوبكم. الله يسهل عليكم ويجازيكم بالخير. والشوربة ديالنا كتجي رائعة، كنزينوها بشي شوية ديال زيت الزيتون من الفوق، تتجي روعة وصحية لينا ولوليداتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.